انا تنقول واقيلا الصغيره احسن ولا لا، يعني غادي نخليوها هادي. السلام عليكم سيادنا، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ودائما في احسن الاحوال. كي تنقولوا ديما فيديو جديد وصفه جديده. اليوم سيادنا درنا واحد تحليه ولا ديزيرت ولا كيكه ولا حلوه برقه البسطيله. فيها شويه الخدمه ولكن الطريقه ديالها سهله بسيطه، مكونات بساط يعني ماشي معقدين. غير هي خدينا فيها شويه ديال الريسك. تفرجوا في الفيديو باش تشوفوا الطريقه والمقادير وشنو هو الريسك اللي خدينا فيها. فرجه ممتعه ونتوكلوا على الله ونقولوا بسم الله مع المقادير ديالنا. بالنسبه لهذا الحلوه ولا الطارت اللي غادي نقادو اليوم فيها جوج ديال الطبقات. تبقى بكريمه نتاع الحليب بالمذاق نتاع الفاني، وكريمه الثانيه تكون بالمذاق نتاع البيستاش. نبداو مع المقادير سيادنا. الكريمه الاولى نحتاجوا لها 670 غرام تاع الحليب، 3 البيضات. الكريمه السائله 170 غرام، سنيده 170 غرام، نشا 70 غرام، فاني يمكنك تستعمل اي حاجه عندك في الدار، انا غادي نستعمل هذا. وبالنسبه للكريمه نتاع البيستاش 50 غرام بيستاش، 50 غرام زبده، 50 غرام سنيده، بيضه وحده. وطبعا لا باز ولا القاعده نتاع هذا الحلوه ولا الطارت غتكون بالورقه. وكما غادي نحتاجوا الزبده مذوبه، يمكن لكم تستعملوا الزبده ولا الزيت، من الاحسن تكون الزبده، وشويه ديال السكر كلاصي. يلا سيادنا نبداو مع الطريقه على بركه الله. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ناخذ الطبسيل هذا نحطوه على هذا الشكل هذا. والطبسيل خصو يكون كبر من المول اللي بغيت نديرهم فيه، يعني الطبسيل يكون الحجم ديالو كبير كما تشوفوا هذا راه كبر منه. ودابا سيادنا نتوكلوا على الله وغادي نقطعوها بشكل دائري بحال هكا. ايه بسم الله. كما كتشوفوا هاهي الورقه نتاعنا. دابا اش غادي نديرو سيادنا، غادي نحطو وحده وحده في وسط المول ونبداو ندهنو. خليكم معايا، نحيد انا هادو ونعاود نرجع لكم. هادو ما تلوحوهمش، باقي غادي نستعملوهم في شي ديزرت اخر تينفعوا. انا هاد الورقه عندي راه قديمه شويه، داكشي علاش دايره بحال هكا. اش بغيت ندير دابا، هاد بلا مشط الرجيم، غادي ناخذ وحده وندهنها بالزبده. تيخصها دهن مزيان تطرطاب، ونبقاو غاديين هكا تنساليوها مزيان تندهنوها مزيان باش ندوزو للخطوه اللي موراها. ودابا غادي نديرو واحد الرشه نتاع السكر كلاصي بحال هكا. ومن بعد ما درنا السكر كلاصي غادي ناخذ ورقه اخرى ونحطوها فوق منها على هذا الشكل هذا. ونفس العمليه تكرر، نديرو الزبده السكر كلاصي وحنا غاديين. سكر كلاصي ورقه اخرى. انا تقريبا غادي ندير 6 ديال الطبقات حتى ل7، من الاحسن ديروا 6 حتى ل7. ونعاود العمليه ديال الزبده وهنا غادي هكا تنساليهم. وكما كتشوفوا ما ساليناهم. دابا هذه هي اهم مرحله، تهزوها بحال هكا بشويه وتجيو للمول وتحاولوا تجيبوها في الوسط وتورك عليها بحال هكا وتوزعها. نحاول نقادها بحال هكا. خصهم يجيو عندي بحال شكل هاد التنيات هادو، شفتو؟ هادي هي واجده، نحطها هنايا
وغادي نعاود نكرر العمليه مع هاد الوريقات هادو. الورقات غنقطعوهم صغار من هذاك القلب الاولاني. درنا طبسيل كبير بحال هكا، دابا جبنا طبسيل صغير وغادي نقطعوهم على قياسو على هذا الشكل هذا. وتا هما غادي ندهنوهم بنفس الطريقه كي دهنا الاولى غندهنو الثانيين. غنديرو الزبده، سكر كلاصي، ونعاود نجيب ورقه اخرى على هذا الشكل هذا ونساليهم ونرجع لكم. من بعد ما ساليناها غنجيب الطاوله الفران ونهزها حتى هي بهذا الشكل هذا ونحطها في الطاوه. هذه الترسات يعني ماشي مشكل، ردوا لها الطريف نتاعها. وها هي غندخلوها طيب. ودابا غندوزو للكريمه نتاع بيستاتش. غناخدو الزبده ونعسوها هكا مزيان، وغير بدا ترطب معايا الزبده نزيد سنيده ونعاود نعسوهم مزيان. ودابا سيادنا غادي نستعملو الطراب الكهربائي. بسم الله. ودابا غادي ننزل بالبيضه. ومن بعد ما درنا البيضه نعاودو نطربو. ودابا سيادنا غادي ناخدو البيستاج ديالنا ونقول بسم الله ونديروه ونعاودو نضربوه بشويه. ودابا سيادنا نساليوها بليد. نجمع الجناب على هذا الشكل هذا، وهكا نقول لكم الكريمه ديالتي ها هي وجدت تجي على هذا الشكل هذا. الكريم ديالنا هي وجدات. دابا اش بغينا نديرو خليكم معايا. كما كتشوفوا جبت واحد الشيء ديال البيستاش مهرمش، غنديرو هكا في القاع. من بعد ما درناه في القاع غادي ناخذوا لا كريم ديالنا ونربطوا بها. ودابا نسرحوا لا كريم ديالنا. ودابا غادي ناخذ هذا المول ديالي ونضربو بحال هكا صافي. ها هو وجد. ونعاود نزيدو واحد الشوكه في الوجه. دابا نبقى لنا ندخلوها للفران على درجه حراره 190. غادي نخليوها تقريبا من بين 10 حتى 20 دقيقه ونخرجوها. ودابا سيادنا غادي ندوزو نقادو لا كريم الثانيه اللي غادي نبداو باول حاجه البيض ونديرو مع سنيده، وغادي نطربوهم مزيان. كما كتشوفوا دابا غادي نزيد كريم السائله ونحرك مزيان. ودابا وقيت النشا نحركوها بشوي
تذوب معنا هاد النشا ولا تنسجم مزيان مع الخليط. خصهمش يكونوا حبيبات فيها. الا خفتي من هاد المرحله هادي يمكن تستعمل الطراب الكهربائي، واني ما تطربش بزاف على قبل لاكريم. ودابا نوبة الحليب، نديرو الحليب ديالنا هنا. غادي نحلو هذا ونرجعو لكم. من بعد ما حلينا الفاني غادي ناخد هادشي اللي داخل على هاد الشكل هذا، ونديرو هنا، وندير الثاني حتى هو بنفس الطريقه. ودابا سيادنا غادي نحطو فوق العافيه يسخن. كما شفتوا هو الحليب ديالنا مع الفاني، نحركوه واحد شويه ونخليوه تيفيض. ومن بعد 20 دقيقه غنجبدو هادي من الفران ونحطوه هنا ونتسناو لاكريم ديالنا توجد. ها هو الحليب ديالنا بدا يسخن واحد شويه ونطفيو عليه، يطلع الغليه ونطفيو عليه. كما كتشوفوا من بعد ما فاض الحليب غنبدا نزيدو هنا بشوي بشوي. انتم خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه كيفاش. نقولوا بسم الله ونديروا واحد شويه ونطربوا دغيا. ونعاودو نزيدو واحد شوي ونطربوا بالزربه. ومن بعد ما درنا الحليب دابا نعاودو نردوها فوق العافيه. بسم الله. يا بسم الله. وهنا خصني ما نحبسش التحراك، نبقى نحرك والعافيه ما تكونش مجهده، ونرد مع البال باش ما تلصقش ولا تحرق ليا. غير تعقد شويه ونحيدها. الخليط ديالها هو بدا تيعقد والورقه ها هي وجدات. ودابا نقدر نقول لكم الخليط هو وجد. يلا نكملوا دابا البقيه. دابا اش غادي ندير؟ غنزل بالخليط ديالي هنايا ونقولوا بسم الله سيادنا وندخلوا الفران 180 درجه مده ديال 45 دقيقه ونرجعوا لكم. هادي داكشي اللي بقى لنا من لاكريم درتو في هاد البوطه هادي، وغادي نغطيه بالميكا بحال هكا. وكما كتشوفوا الاخوان ها هي من بعد ما خرجت من الفران غنخليها تبرد مزيان وندخلها للثلاجه تبات ليله كامله. لاكريم حتى هي راه وجدات بردات حتى هي، حتى لا غتلعب باش نخدموا فيها. نشوفكم ان شاء الله الرحمن الرحيم مورا فاش يبرد هذا الشيء هذا، وخليكم باش تشوفوا الكماله ديال هاد الحلوه هادي كي دايره. وحنا سيادنا كي كانت عندنا بعد ما بردات ولاكريم حتى هي، دابا غادي نحتاجو في هذه المرحله هذه نحتاجو الطراب الكهربائي اللي غادي نديرو فيها هاد لاكريم هذه ونطربوها. وخليكم معنا. ودابا نقولوا بسم الله ونبداو بلاكريم. كما كتشوفوا لاكريم ديالنا هي وجدات. ودابا لاكريم هي واجده. ودابا نجيبو الطبسيل اللي بغينا نديرو فيه الكيكه نتاعنا ونقولوا بسم الله ونحلو. دابا نستعملو شي حاجه باش نهزوها من التحت وبشويه نديرو بهذا الشكل هذا. وها هي الكيكه نتاعتنا
ودابا غادي نحتاجو هاد البوش ونديرو ليه بحال هكا، نسدوه من هنا. اش بينا نديرو دابا؟ غنديرو لا كريم ديالنا هنايا ونقولو بسم الله ونديرو لا كريم. ونقولو بسم الله ونبداو. وعلى بركة الله ونبداو بهذا الشكل هذا. هادي حنا جبناها نسيتها وشويه ديال البيستاش. دابا نورمالمون سيادنا الحلوى هذا خصو يتهرمش ولا يتهرس طريفات كبار ويتحط هكا ويتحط مع البيستاش. انا قلت بغيت نبدل المنظر، ولكن واش بيطلع شكلها زوين ولا لا؟ هادشي اللي غادي نديرو دابا، وغادي ناخذ هذا الريسك مجموعين ونشوفوا كيف تجي النتيجه النهائيه. انا تنقول غتجي زوينه ونقول بسم الله ونعاود نزيد هنا واحد الطبقه اخرى دايره بحال هكا. ودابا نديرو واحد شويه هنا على هذا الشكل هذا شويه. كما كتشوفوا جبنا السكر كلاصي وجبت هاد الكوكيز هذا الصغيور اللي عندي غادي نزوق به. نديرو بحال هكا كما عجبكم، يمكن لكم تزوقوها. انا اخترت ندير هاد الزواقه هادي، هانتوما تشوفوها معايا دابا. ودابا نوض السكر كلاصي على هاد الشكل هذا. الغلط خصو ما يكونش. دابا غادي نحيدو هادو نقولو بسم الله وناخدوها بشويه ونحطوها على هاد الشكل. ودابا سيادنا درنا هاد الكبيره هادي، بانت لي كبيره بزاف، قلت غادي نبدلها بهاد الصغيره هادي. نعاودو نجربو هاد الصغيره حتى هي ونشوفو كيف تجي. خليكم معايا. غنحيدو هادي ونديرو هادي. ودابا نقولو بسم الله. هنا يا بسم الله. انا سيدي انا سيدي انا سيدي، شي داكشي كي جا. سيادنا كيكات ديالتنا ولا لاطارت ولا الحلوى هي وجدات. داكشي هماوي وديال تحمر الوجه. نعم سيدي. انا سيادنا كتجي على هذا الشكل هذا، الورقه مقرمشه، وعندنا هنا كي تشوفوا الكريمه نتاع البيستاش. وانا نعم سيدي داكشي راه رائع يستحق التجربه. وبهذا نقول لكم اسيادنا وصلنا لنهايه الفيديو. نشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. تهلاو في راسكم. السلام عليكم.